ازاي قفل مضيق هرمز ممكن يخليك ما تعرفش تقعد على القهوه اللي جنب بيتك؟ مضيق هرمز ده هو ممر مائي وبيعدي منه حوالي 20% من بترول العالم عن طريق السفن ومن كل الدول. ايه بقى اللي يحصل لو اتقفل؟ بكل بساطه سعر البترول هيولع والبنزين هيغلى في العالم كله، يعني مش عندك بس. طيب واحنا مالنا بالكلام ده؟ احنا مالنا ازاي؟ البنزين لما يغلى المواصلات تغلى، واي حاجه بتتنقل بعربيه برضه بتغلى، يعني الاكل والخضار وحتى البن اللي مخلوط بسله اللي انت بتشربه على القهوه برضه هيغلى. وفجأة القعدة اللي انت كنت بتدفع فيها 30 جنيه هتدفع فيها 100 جنيه، فبالتالي هتبطل تقعد على القهوة اللي جنب بيتكم. يعني ممكن تلاقي قرارات زي ترشيد الاستهلاك وكمان تنظيم استخدام الكهرباء، وده مش علشان احنا بنوفر وخلاص، لكن عشان في حاجة حصلت على بعد آلاف الكيلومترات مننا والأثر بتاعها وصل لحد هنا. واللي حصل ده بقى اسمه تأثير الفراشة، يعني حاجة تحصل في مكان بعيد عنك خالص تعمل سلسلة تأثيرات ورا بعض لحد ما التأثير ده يوصل ويأثر عليك انت شخصيا. يعني قفل مضيق هرمز اللي على بعد آلاف الكيلومترات منك ممكن في الآخر يمنعك من قعدة القهوة اللي جنب بيتكم.